حضرتك النهارده انا اسف، انت ما بتتعرضش لمشكله اقتصاديه. انت بتتعرض لمشكله سياسيه اساسا، وحرب شديده على الدوله بتاثر على الناحيه الاقتصاديه بشكل عنيف. حضرتك كل الطرق استخدمت في خلال السنتين اللي فاتوا دول ل ادخال الدولار في القطاع المصرفي. وانت عندك قطاع مصرفي قوي جدا. كل الطرق، منها الحد اللي كان موضوع للايداع والسحب، وده كان يعني اجراء قوي وعنيف. بس ما جابش نتيجه يا فندم. ليه؟ ده بالعكس، ده جاب نتائج سلبيه. لان حضرتك ما احنا ولغايه دلوقتي قلنا النتائج السلبيه موجوده. ما هو عايز اقول لحضرتك حاجه، هو كان وبالتالي هو اتشال بعد كده. ليه؟ هو اتشال جزء، واتشال جزء مش كله. لان حضرتك في ناس هنتكلم بصراحه، حولت السوق الى دبي بدون ما نذكر بقى دول اخرى. وبالتالي حضرتك كنت بتشتري الدولار وبتدفع عليه مبلغ كمان تحويل وكان بيوصل لرقم وقدره. طب انا اقول لحضرتك بس النقطه دي لان انا داخل يعني فيها. انت استخدمت هذا الاسلوب، انا بس عايزه اكمل في الحته دي. ما انت استخدمت هذا الاسلوب فعلا. فالموضوع النهارده مش حرب بس اقتصاديه، هي سياسيه بتاثر على الاقتصاد، بيخنقك. مين اللي بينفذ بقى الخطه بتاعه خنق مصر؟ وانا اسمح لي بس بعد التعقيبات على موضوع الاستيراد والصناعه والكلام اللي احنا يعني نتمنى انه يحصل في مصر. نعم. والصناعه تقدر تجيب لنا دخل والكلام ده كله. على الحسابات بتاعه السنه اللي فاتت اللي قالها رئيس الوزراء في 30 مليار دولار حجم الصادرات. السنه دي قالوا ده في 250 مليون دولار زياده، طبعا ده رقم مخزي يعني في زياده الصادرات بعد الاجراءات اللي تمت من وزاره الصناعه والتجاره. انا بقول لحضرتك وبيشارك في هذه الازمه المصدرين. المبالغ اللي بيصدروا بيها ما بترجعش. مصادر المبالغ اللي بيصدر فيها يعني ارقام مش حقيقيه. يعني ممكن نقول 30 مليار على الورق يطلعوا 20 مليار. والواردات اللي بتيجي بتاعتهم اللي هي مستلزمات والمواد الخام بتتضخم. يعني هو دخل بمليار ب 100 مليون دولار مثلا ماده خام، بيدخلها ب 500 مليون دولار. والفلوس فين بره؟ طبعا. انا بقول لحضرتك وبتكلم واسمح لي ان انا اتكلم بصراحه يعني. اتفضل يا فندم. عشان خاطر الموضوع ده انا بيقولوا دايس فيه جدا يعني. انا بشتري من بعض المصدرين دولار بره، باخد الدولار، بشتري من بعض الشركات اللي عامله هنا في السوق المصري، اديله الجنيه المصري هنا ويديهولي دولار بره. وهكذا الدنيا شغاله بهذه الطريقه. يعني انت بتدعمه هنا وهو بيصدر. اللي بيصدر بياخد دعم، ما يرجعليش يا فندم. دول بياخدوا دعم على صناعات وهميه، ما فيش حاجه اسمها صناعات بيصدروها. يعني النهارده لما تيجي احنا الشاي بنستورده بنسبه 100% من بره، بنعبيه وبنصدره وبناخد عليه دعم. ازاي الكلام ده؟ قصص بقى كبيره من الموضوع ده. تعال نتكلم على الصناعه. وانا يعني بايد كلام الدكتوره على اساس ان احنا عايزين نشجع الصناعه. بس لما تيجي تتكلم او نحد من الاستيراد، حضرتك مكونك الرئيسي في التجاره وفي الصناعه وفي الزراعه وفي الدواء كله بيجي من بره. الدواء بنسبه 100% بيجي الماده الخام من بره. المبيدات والبذور كلها بتيجي من نسبه 100% في بره. انا بس علامه الاستفهام، احنا عندنا مصانع اسمده هنا وبتنتج كميات كبيره جدا. ازاي احنا بننتج وبنصدر وبنستورد سماد؟ هي دي المعادله اللي عايزين نتكلم فيها. احنا بننتج رز واكبر من احسن الرز الموجود في العالم، بنصدر رز وعندنا ازمه رز حصلت، ابو 3 جنيه وصل ل 8 جنيه، وبدانا نستورد من الهند وبنستورد من الهند ومن الدول اللي هي بتنتج رز خارجيا. هنا في منظومه موجوده مترسخه عندنا استكمالا لمنظومه الفساد اللي كانت قبل 25 يناير. والافراد اللي بيديروا هذه المنظومه هم اللي ما زالوا موجودين ومسيطرين على الاقتصاد المصري تحت مسمى تشجيع الصناعه. يعني ايه النهارده اقول لحضرتك ان انا اروح اشتري قميص تحت اسم براند معين ب 800 900 جنيه وانا بصدره له من هنا ب 7 دولار، هو نفس القميص، يعني بصدره له وبرجع يبيعه لي هنا بعد القرار اللي صدر بتاع السيد وزير الصناعه والتجاره 43 ان هي العلامات التجاريه بس اللي تشتغل. طب والشعب المصري الكادح اللي داخله ما بيدخلش. في منظومه شغاله، معدل التضخم الشهر اللي فات بس 14.5%. الاسعار انا اقول لحضرتك في مجالي يعني عندنا يمكن كلنا حسينا موضوع التكييف الايام اللي فاتت يا فندم 100%. التكييف اللي احنا بنجيبه يعني السنه اللي فاتت كنا بنبيعه ب 2750، السنه دي ب 5800 جنيه. الخمسه حصان وصل 11000 جنيه.
كل القصه دي. الزياده دي سببها ايه؟ الدولار برضو؟ لا الاحتكار، ولا الاجراءات اللي الاحتكار اللي الدوله بتحميه. مجموعه من المحتكرين احتكروا السوق، 4-5 بيحتكروا السوق. الحاجه بتتباع ب4-5 اضعافها بره. يعني النهارده انا اقول لحضرتك، ودي انا بتكلم في مجالي في شغلانتي، التكييف اعلى حاجه اللي هو ال5 حصان اللي انا بسميه دوت بيجي ب $320، بيتباع ب 11,000 جنيه. بيجي ب $320، ما بيدفعش عليه مليم جمرك عشان دي صناعه، وبيجي متفكك وبيتجمع وبيتدخل وبيتباع. الشاشات اللي احنا بنتكلم عنها، التلفزيون، وده انا اكلمكم بمنتهى الصراحه، لما احب اتهرب من الجمارك اقول ان انا بصنع، اجيب رخصه مصنع واجيب الشاشه دي متفككه، بدل ما ادفع 40% جمرك و25% ضريبه مبيعات بدفع زيرو جمارك، لان انا بقول ان انا بصنع. هي الصناعه اللي احنا بنتحدث عنها مش موجوده في مصر، كلها صناعات وهميه للتحايل على الدوله والهروب من الرسوم الجمركيه والرسوم الضريبيه. تكلمني عن تكييف $320 بيبيعوا ب 11,000 جنيه وبالواسطه، عشان احنا بنعرف نقول لهم يا جماعه، يقول لك اصل ما فيش، اصل الانتاج خلص، الكميات خلصت. ليه بقى حصل كده؟ لان النهارده لما تيجي تقول لي انا بشجع الصناعه وما فيش منافسه للخارجي، الحكومه متمثله في وزير الصناعه والتجاره، بس كان بتكلمنا عن وقائع حقيقيه. لا، وقائع بارقام واجيب لك، يعني ده انا هجيب لك البروفورما، مش ان انا بضرب في شركه معينه يا فندم. ما فيش شركات، بس عشان ايه نبقى. انا بتهم نفسي ان انا بهرب من الجمارك، لان انا بجمع حاجه تحت مسمى صناعه وانا ما بصنعهاش، بجيبها مفككها وبجمعها. انا بقول لحضرتك كلام وهجيب لك البروفورما بتاعت الشركات اللي هم بيجيبوا منها المكون بتاعهم. انا بجيب نفس هديك مثل، مروحه انا بجيبها مجمعه وبدفع عليها جمارك وبدفع عليها تحسين اسعار. يعني دلوقتي الجمارك ذبح المستوردين، الفاتوره جايه $100,000 يقول له لا دي ب $500,000، ويعاملوا على انها ب $500,000 ويدفع جمارك على $500,000. يعني بيضرب فواتير. هو بيقول له انت ضارب فواتير عشان خاطر الحصيله بتاعه الجمارك يعليها، لان هو عنده مستهدف. واحنا الراجل بتاع الجمارك ده، رغم ان احنا بيننا وما بينه زعل كبير جدا، ولكن اكتر واحد خايف على البلد. انما ما تيجي تشوف بقى وزاره الصناعه والتجاره، انا حد حضرتك بس مثل بسيط جدا، اللي قال لك سلع كماليه وسلع مش عارف اللي هي الاستفزازيه والكلام ده كله، 26 مجموعه سلعيه فيهم حوالي 900 سلعه تحتيها، لان هو يقول لك امنع ادوات التجميل، ما ادوات التجميل فيها برفانات وفيها مكياج وفيها الكلام ده كله. طب احنا ما عندناش ولا مصنع ادوات تجميل، ده حمى البراندات اللي جايه من بره. ازازه البرفان اللي بتتباع ب 300 و400 جنيه بنشتريها ب 1200 جنيه دلوقتي. حمى الشركات بتاعه الملابس الرياضيه عشان خاطر بس العلامه التجاريه، وهو ما عندوش مصنع بره. انا بقى جايب اهو الكتاب الاسود اللي بتوع المحتكرين اهو، كل القرارات اللي صدرت من ايام المهندس رشيد النهارده، اللي هم الناس اللي محتكره السوق. هل ينفع ان في تيشيرت احنا بنصدره من هنا ب $3.5 $4.5 نجيبه لاولادنا ب 800 جنيه ومكتوب عليه ان ده صناعه مصريه؟ ينفع الكلام ده؟ كل المنظومه اللي انا بتكلم حضرتك دي اللي بتهدر المليارات. نقطه رئيسيه، السلع الكماليه دي ما بتمثلش اكتر من 20% من حجم الواردات. كل اللي بيجي ده مستلزمات انتاج وماده خام والكلام ده كله. هو السؤال، احنا كمستوردين مغضوب علينا هي السلع الكماليه، احنا بنجيب دولارنا منين؟ من السوق السوداء. طب بنجيبه ليه من السوق السوداء؟ عشان البنك ما بيقدرناش نجيبه. نقول له طب احنا هندبره بمعرفتنا، انا ممكن اجيبه انا بمعرفتي وخده يا بنك وحول لي الفلوس دي. يقول لك لا ما ينفعش، ما ينفعش انك تحول. هناك العاملين في الخارج ما فيش على فكره 15 جنيه ولا الكلام ده كله، وهم بيخسروا 3 جنيه. الناس بتبعت لي هم لازم يكسبوا، هم لازم انا يكسبوا. عندي ناس بيتابعوا معانا، هم اللي باعتين. هم بيكسبوا، هم بيشتروا اكتر من السوق. ايه اللي خلاها الناس دي اللي في الخليج راحت دفعت بتاع دي؟ انا ايام الاجراءات اجي احط في البنك اقول له دي وحول لي $100,000، يقول لك ممنوع، لازم $10,000 في الشهر 30. طب خد يا عم بس $100,000 عشان انا عايز اشتري بيت او اسمع في مصاريف العيال. يقول له لا. وبعدين ياخد منه $10,000 يقول له استنى بقى لما اعمل استعلام عنك، انت جايبهم منين ومصدرهم ايه والكلام ده كله. فالراجل باللغه العربيه يقول له انت هتقرفني. هيروح في شقه موجوده جنب على البنك ده هناك، ده بره. ال $22 مليار اللي جه منهم 4 مليار السنه اللي فاتت في السوق المصرفيه، وجه الباقي بره السوق المصرفيه اللي هو بالكلام ده. دي عصابات شغاله في الموضوع ده، لان بتكسب مكاسب كبيره جدا. انت يا بنك ليه ما بتدفعش حد الايداع؟ انا جايب لك راجل بشتغل بره بقول لحضرتك خد $1,000,000 بتاخده.
هو حد النعمه جايه لك يقول لك خدهم وحطهم، لما يظهر ان الراجل ده مجرم ولا بيغسل اموال زي ما البنك بيدعي احط تحفظ على الاموال. هي سويسرا اموالها دي كلها اللي بتطلع بتحفظوا عليها دي هي اموال كلها ماشيه شرعيه، ولكن اي حد بيفتح اتفضل هات. انما انت منعت ان الناس تيجي، خليت الاستثمار يطفش منك. النهارده لو جيت واحد انا بستثمر وعايز اعمل مشروع، لما كنت بعمل حساب ان الدولار ب7 جنيه في خلال سنتين ب12 جنيه ومش عارف احول ارباحي، مفيش انا اعمل استقرار إيه؟ عندك. مفيش رؤيه اقتصاديه ومفيش رؤيه مستقبليه للاقتصاد في مصر. الاقتصاد ده عايز استقرار، لان اكتر حاجه ما عندهاش مبدأ واحد غير المكسب هو راس المال. لو حسيت بخوف 1% انا مش هاجي، هروح على الدوله اللي جنبي واللي هنا واللي هنا والكلام ده كله. فهي السياسات النقديه والسياسات الاقتصاديه هي اساس الايه نهضه البلد، وهتخلي الاستثمار يجي. هساهم في البورصه وساهم في الصناعه وساهم في التجاره. انا بقول لحضرتك من خلال تعاملات يوميه احنا فقدنا الثقه حتى مع المتعاملين معاهم بقالنا عشرات السنين. النهارده بعد ما كان بيديني تسهيلات موردين، ودي نقطه انا بسال البنوك فيها، انتوا ليه ما بتسمحوش بتسهيلات الموردين اللي ممكن تضخ لا يقل من 10 ل 15 مليار دولار تسهيلات موردين في الخارج؟ اجي افتح الاعتماد تسهيلات موردين بالخارج، يعني المورد بيقول لي خد وادفع بعد 3 شهور او 6 شهور، البنك يقول لك لا تدفع 100% وحط 10% كمان احتياطي، ولما يجي ميعاد الاستحقاق تجيب لي الدولار من السوق السوداء، وبعد ايه كده اديني ال 110% بالجنيه المصري. ايه اللي مطلوب عشان البنوك تعمله؟ الغاء قرار الحد الايداع اللي هو بتسهيلات موردين بالخارج، الغاء اللي هو قرار تسهيلات موردين. اي واحد يجيب لي فلوس من بره تسهيلات موردين بضمان، انا مش عايز ضمان البنك، تقول لي لا ما تجيش ليه؟ موضوع حد الايداع، انا اجيب له دولارات من اي مكان، خد مليون دولار، خد 10 مليون دولار، خد يا بنك ما تخلينيش اروح للسوق السوداء. لازم قرار حد الايداع ده اللي احنا لغايه دلوقتي بيطبق علينا. هو الحقيقه احمد بيه الاول بس بيتطرق عشان ناخد أيوة. حاجه يتطرق الى السلع الكماليه اللي حصل ترشيد ليها او التحديد ليها عن طريق ان احنا نحط 100%. ف برضو انا الحقيقه احب اقول حاجه، احنا دوله فيها 90 مليون 92 مليون. نعم. في سلع اساسيه لا خلاف انها لازم تتواجد، سواء ان احنا بنتكلم على ادويه وامصال والبان اطفال وكافه المنتجات الاساسيه زي الذره والقمح وخلافه، ثم المواد الخام اللازمه للصناعه عشان الصناعه تشتغل، ثم قطع الغيار عشان الصناعه تشتغل، وبالتالي العماله اللي موجوده تشتغل وتبقى موجوده. فده مهم جدا. الحد حصل فقط في الشركات اللي احنا بنسميها الشركات الكماليه او السلع الغير اساسيه. اللي هي ايه حضرتك؟ عايز اعرفها لان انا مش اللي هي عارف خارج المجموعه اللي انا قلتها. لا يعني ايه هي بالظبط؟ يعني ايه السلع الكماليه؟ نزل 26 مجموعه سلعيه، منهم الثلاجه والغساله والمكنسه والمكوى، منهم ادوات التجميل ودي تعتبر سلعه جماليه. الثلاجه بتصنع في مصر؟ ما بتصنعش في مصر. لا يا فندم. والله تصنع يا فندم انا بقول لحضرتك شغلانه ما عندناش شغلانه في مصر يا احمد بيه. دي شغل الاساسيات في الصناعه. لازم يبقى عندك مكون مصري لا يقل عن 40 او 50%. احنا بنجيب الصاج بنستورده الصاج من بره، وفي التنايات وبنجيب بقى الكمبروسر والحاجات دي وكل ده بنستورده وبنحطه في قلب الثلاجه. الشاشه دي اللي انا بقول لحضرتك عليها كلها بتيجي نفككها وبنجبعها. دي عشان شغل تجميع. كله تجميع مش مفهوم الصناعه. العربيات، طب العربيات احنا مش بنصنع عربيات في مصر؟ حضرتك انا مش هتكلم في دي. مفيش مسمار بيجي منها معفيه من الجمارك. العربيه بتبقى ب50,000 دولار. عندنا مصانع في مصر بتصنع عربيات. بتصنع بتجمع عربيات، ما بتصنعش، ما بيحطوش مسمار في العربيه. بتيجي العربيه اللي هي العربيات العاليه جدا ب50,000 يورو و60,000 يورو، بيبقى عندنا 1.5 مليون ومليون، ما بيدفعش جمارك. طب انت بتكسب 1,000,000 جنيه في العربيه؟ طب واذا كان المصنع اللي صنعها وعملها ما كسبش المكسب دوت، ليه؟ لان احنا بنشجع الصناعه ومفهوم الصناعه. في حاجه اسمها التوك توك، حضرتك عارف التوك توك؟ ده ب$650 بيتباع دلوقتي ب26,000 جنيه. ليه؟ لان كله اتمنع ومصنع وحيد بيقول لك ان انا بصنع وما بيصنعش، بيجي بصندوق ومتفكك بيتجمع في ربع ساعه. ادي هو مفهوم الصناعه اللي هم خلوا الاسعار زادت بنسبه 100% في بعض السلع، زودت التهريب، عافتهم من الرسوم الجمركيه مليارات بتضيع على الدوله بسبب اعفائهم وتشجيع الصناعه. ومفهوم تشجيع الصناعه خلينا عشان ناخد اتصال